انا فرخه ني ومش هزار خالص، يأذيك انك تقطعني على نفس اللوح اللي عليه خضار. البكتيريا اللي عليها ممكن تدخل جسمك وتعمل تسمم محترم. والسكينه لو ما اتغسلتش كويس تبقى المصيبه مضروبه 2. افصلني، نظف الادوات واطبخني كويس، ساعتها بقى اكلي مفيد مش مشكله صحيه. انا كنت مع الفرخه وبعدين مع الطماطم، ما اتغسلتش تبقى مصيبه. نظفني كويس قبل ما اعدي المرض لغيري. فرخه وخضار على نفس اللوح؟ انا بشيل بكتيريا بالعبيط. لو مش هتفصل هتتعب. انا ني زيك، لو لمستني بعد الفرخه انا اللي هشيل البلاوي. غسل وفصل يا جماعه. أنا الحل السهل، مية وصابون يخلصوا الحوار، نظافة بسيطة تفرق في صحتك سنين. انا مش معموله للحوم ني، الميه دي مليانه بلاوي. تنضفني بعدها ولا نكمل مصايب؟ سيبه بره شويه كمان، احنا بنكبر وبنستنى طبق السلطه. انا مش بفك لوحدي، انا بعمل حفله بكتيريا على الرخامه. اكتر غلطه بتدمرك انك تسيبني بره التلاجة، السطح يسيح والجو يسخن والبكتيريا تصحصح وبعدين تحط خضار. معلش كده انت بتعزم التسمم الغذائي على الغدا. فكني في التلاجة او في كيس مقفول، غير كده العيب مش فيا، العيب فيك. احنا مالنا؟ اتغسلنا كويس. ليه هنشيل الليلة؟ ليه هنشيل الليلة؟ ليه هنشيل الليل؟ الغلط حصل، نضف صح، بس الأحسن ما تغلطش من الأول. أنا سخن دلوقتي بس مش أمان، تسيبني بره التلاجة بالساعات كده بتعمل حضانة بكتيريا على نار هادية. لا أنا طازة ولا أنا بايظ، أنا في المنطقة الخطر، وكل دقيقة بره المخاطرة بتكبر. سيبني أهدى شوية وبعدين دخلني التلاجة، غير كده اللي هتوكله مش أكل، ده وجع بطن محترم. أنا واقف فاضي ليه؟ دخل الأكل بعد ما يهدى شوية. هو أنا ديكور؟